في هذا الفيديو نسمع لمناضل من بركان المدينة المغربي. هذا المناضل شاهد على عصر مناهضة للاستعمار الفرنسي بالجزائر، حيث يحدثنا عن كيف عاش كل من بوند بين أوساط المغارب، وكيف كانت المنطقة الشرقية المغربية تتعامل مع مناضل الجزائر. ماليها لما تدير القرون، لما تدير القرون كانت تنطحم ماليها، تنطحم ابنائها يعني. تنطح ابنائها كما يقولوا في المثال اها الثورة تأكل أبنائها. ايوه. فاللي وقع أن سنة 1971 أيوة. 72 اها وأنا عمري يقترب ما بين 16 و 17 سنة، اها كان يزورنا هنا واحد اسمه الوالي مصطفى السيد، مؤسس البوليزاريو. مؤسس البوليزاريو قبل أن يؤسس البوليزاريو، فكان هو عضوا نشطا في حزب التحرر والاشتراكية المغربي الذي هو الحزب الشيوعي المغربي. مصطفى السيد كان شيوعي، كان معنا في حزب التحرر والاشتراكية، وكان من الحزب الشيوعي. مالك يا عبد الواحد؟ باش نكونوا واقعيين في تاريخنا. فلما كان اول الوالي مصطفى السيد كان زار مجموعه ديال القوى السياسيه نقولوا ديال الامناء العامين ورؤساء الاحزاب، يطلب منهم المساعده من اجل استرجاع الاراضي الصحراويه المغربيه للمغرب. يعني كلام المحجوب السالك هذا صحيح، انه صحيح انه جاءوا للمغرب. نعم. وكان أن علال الفاسي زعيم حزب الاستقلال، فإذا كان عبد الله إبراهيم تريث ومثلا عبد الرحيم بوعبيد وغيرهم من القوى السياسية. دقيقة. نعم. قفل تليفونك. الله يخليك، إذا كنا نتكلموا ما تبرزتناش، هذا هو المعقول. والله العظيم لأنه بتعمل لي الحركة هذه بتطير أفكار. علال الفاسي. لا، قبل أن يلتحق. لحظة، أنا أريد أجمع الأفكار. نعم. أنت الآن لأنه أنا حاورت المحجوب السالك، ما أدري نعم. مرت عليك الحلقة أم لا. المحجوب السالك كان على حق عندما قال أنكم جئتم إلى المغرب كي يدعموكم لا، أنا أصلي الولي سيد. أنا أصلي زناسني من تافوغالت، إقليم بركان، المنطقة الشرقية. الوالي مصطفى السيد لما كان زار أولا زعماء الأحزاب السياسية، يطلب منهم المساندة من أجل تشكيل خلايا لمواجهة الاستعمار الإسباني لفائدة المغرب ولفائدة استرجاع الصحراء الغربية المغربية للمغرب باعتباره وطني قح. فلما دار ديك الدورة على عبد الرحيم بوعبيد وعلى مجموعة نتاع على أحرضان، على الخطيب، على مجموعة نتاع الناس اللي كانوا الزعامة السياسية، ولم يدعمه أحد. هناك من قال له تريث وهناك من وعده. بطبيعة الحال ما غاديش يستشر مع الحزب الشيوعي المغربي اللي هو حزب التقدم والاشتراكية حاليا، واللي حزب التحرر والاشتراكية سابقا، ما استشارش معه لأن عضو معه. فلما وصل إلى علال الفاسي نظر إليه هكذا باستهزاء، فقال بالدارجة: واش انت غادي تحرر الصحراء؟ يقول لمن؟ للوالي مصطفى السيد. نعم. يعني احتقارا. انت من ستحرر الصحراء؟ سير ودي تلعب، سير هكذا. هم كانوا طايشين هذيك الايام. لا، ماشي مسألة طيش، كانوا 17 سنة 18 سنة. لا شوف، ماشي مسألة طيش. حتى علال الفاسي وحتى المهدي من بركة وحتى عبد الرحمن اليوسفي وحتى علي يعتى وحتى غيرهم من الزعماء، لما بدأت الحركة الوطنية بدأت بالشباب، فلماذا نحتقر الشباب اليوم؟ انت كنت شاب لما بديت الثورة ضد فرنسا، لما كبرت وصبحت وزير وصبحت زعيم تحتقر من جاء من ورايك. لا يعني كانوا مشبعين بالفكر الشيوعي ديالكم هذا. شوف، الوالي مصطفى السيد لم يكن معروفا لدى اليساري المغاربة واليميني المغاربة والفيوداليزم المغاربة، الإقطاع المغاربة لم يكن، كان معروفا في الوسط الطلابي بخطابته وقوته في الخطابة. نعم. إذن هذا الوالي مصطفى السيد لما سدد جميع الأبواب في وجهه،
فقال أتعامل مع القواعد الحزبية والنقابية. وكان من جملة المدن التي زارها والقواعد هي مدينة بركان. وكان اللقاء الأول ديالنا في نقابة الاتحاد المغربي للشغل قرب سينما الأندلس. كان من جملة الحاضرين المرحوم مدني منصور الذي اشتغل صحفيا في وكالة المغرب العربي للأنباء، واشتغل فيما بعد مدير الجهوي أو الإقليمي في بالي. هنا نعم. أن فرنسا لم تكن تشك في ذلك المغربي. نعم كمل. هذا من جهة. والهواري بومدين كان إذا دخل بكري، يعني كان عاد الجو ما كانش الغروب، يمشي للثكنة العسكرية اللي فوق اللود. أما إذا كان الغروب وكان الظلمة وما كانش لأن المغرب يلا خرج وكذا قتل فرنسيا واحدا. إذا متى ستظل هكذا يا أخي؟ هذه سذاجة. لا ماشي سذاجة يا سلطان. فلماذا هذه العاطفة الزائدة؟ العاطفة الزائدة تدفع ثمنها إلى اليوم. ندفع ثمنها اليوم. الخطأ الثاني ارتكبه الحسن الثاني رحمه الله. ما هو الخطأ الثاني؟ في حرب 63 الرمال، حرب الرمال. أيوه. لما كان الجنرال دريس بن عمر قد دخل على مشارف تندوف فقتلوا ما بين 26 و 20 كيلومتر. أيوه. تحدث مع الملك الحسن الثاني قال بالحرف: هل تريد أن تؤدي الصلاة في وهران؟ من هذا؟ قائد في الجيش المغربي. هذا جنرال مغربي. ايش اسمه؟ الجنرال دريس بن عمر. إدريس بن عمر. ايوه. قال للحسن الثاني: هل تريد أن تصلي في وهران؟ ايوه. فرد عليه الحسن الثاني: لقد أرسلتك بالجنود للدفاع عن المغرب للهجوم على الجزائر حتى لا يحسوا أننا نحتقرهم. ارجع. وفي تلك الفترة التي تم فيها القبض على حسني مبارك، شنقريحة، لا شنقريحة في حرب أمقالة، حسني مبارك سنة حرب 63 وأوتي به كنعجة إلى الرباط. لحظة، هذا القائد رجع؟ القائد رجع، رجعوا الحسن وحيد لي قالوا الرتب حيدهم ورماهم أمام الحسن الثاني. أنا قائد عسكري، وإذا أردت أن تتفاوض مع الجزائر تتفاوض وأنت في موقع قوة. يعني كان هدفه أنه دعني أحسم الموضوع عسكريا. لو تركه الحسن الثاني رحمه الله لحسم الموضوع لما كان عندنا مشكل في الصحراء الغربية. هذه أخطاء ارتكبها الملك الحسن الثاني رحمه الله، وارتكبها السلطان محمد الخامس رحمه الله. كلام كبير يا أخي، والله كلام صراحة. وحتى نزيدك لحاجة أخرى، حتى أن هذا الكبرنات الذين يحكمون الجزائر، فهل تعتقد أن فرنسا جاءت واعطتهم قالت لهم أنتم غتمشيو للمؤسسة العسكرية الجزائرية؟ لا. الهواري بومدين حينما اتفق مع فرنسا في بنود الاتفاق التي نشرت في الجرائد الرسمية، هي دي لحظة، ضخم كلام كبير اليوم. شوف هذه عكابها اليوم. شوف هذه الجرائد الرسمية، هذه جرائد رسمية وهذه جريدة رسمية فرنسية. هذه فرنسية، الجريدة الرسمية الحكومية الفرنسية. ماذا تقول؟ قل. شوف ماذا تقول بالحرف: أن الجزائر ستتفق بعد استقلال الجزائر على أن 9 آبار من البترول والغاز الجزائري تبقى ملكا للدولة الفرنسية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اتفاقية موجودة في مختلف المؤسسات الرسمية العالمية بما فيها جنيف والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. الاتفاقية فيها كذلك
على التجارب النووية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد حتى ل 15 في أرض سنة. الجزائر موجودة. الاتفاقية الثالثة على أن الموانئ نتاع وهران والجزائر يبقوا هما كقواعد عسكرية. الاتفاقية موجودة فيها على أن الدستور الجزائري بعد الاستقلال يمنع على الجزائر أن تستخدم جنودها خارج الحدود الجزائرية، وهو ما دفع الجزائر ألا تشارك في حرب 67 وفي حرب 73 إلى غير ذلك، ملزمة بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية وملزمة بما أمضاه عليه في الدستور. إلى المدة الأخيرة في زمن بوتفليقة في أواخر أيامه الذي تم تغيير بعض البنود في الدستور مما جعل الجزائر تخرج جنودها إلى مالي وتفتح المجال للجيش المسمى تاع روسيا الفاغنر وتخرج من هناك فرنسا. الجزائر حينما أدخلت بطلب من الهواري بومدين الضباط الكبرنات اللي هما شنقريحة وغيرهم، أدخلتهم ليس للحفاظ على وجه الهواري بومدين أو بن بلة، بل للحفاظ عن مصالحها الاقتصادية مستقبلا والحفاظ عن مكاسبها السياسية. والجنرال دوغول قال قولته الشهيرة الجزائر هي العمق الاستراتيجي في إفريقيا لفرنسا. هذا قول شهيرة للجنرال شارل دوغول الذي كان رئيسا في فرنسا. فإذا أخذنا الحدود الجزائرية التونسية، أنا لا أتكلم من فراغ، أنا لا أتحدث من فراغ. شوف لي واحد الخريطة راه هنا، الخريطة لا تفتش معك. معليش هاي شوف، أنا لا أتحدث من فراغ. شوف الأراضي إلى غاية هذه المناطق هذه اللي في الحدود التونسية الجزائرية هي أراضي تونسية، يعني حتى هي أراضي تونسية. هناك الحديد، المعادن تاع الحديد في هذه المنطقة، وهناك الفوسفات. فإذا الجزائر نفذت الأمر على مصاريع لفائدة فرنسا، ففرنسا لن ما غاديش تخرج الوثائق. وفي نفس الوقت أن الحدود المغربية الجزائرية اللي فيها تندوف وبشار وغيرها فيها المعادن ديال الحديد وفيها الغاز. فإذا المغرب أحنى رأسه لفرنسا على سبيل هذه الضغوطات اللي تعمل مع هذا الوقت، إذا أحنى رأسه ففرنسا مع المغرب وتجبد الوثائق. وإذا الجزائر هي التي منخنعت ففرنسا تريد إغفال هذه الوثائق. الآن أنت تريد أن تقول أن الجزائر أخذت أراضي تونسية هنا. أخذت أراضي تونسية، وهناك وأراضي مغاربية. بلاتي أراضي بديو بتونس، الأراضي التونسية إلى غاية عنابة هي أراضي تونسية. والأراضي هذا كلام أنا أول مرة أسمعه. ما تسمع لنا كي ولا لو استضفت واحد من يعرف التاريخ والجغرافيا والصراعات المتواجدة ما بين الدول في هذه المنطقة في شمال إفريقيا ودرس هل يتكلم التوانس عن هذا الكلام ويعتبرونها أرضهم؟ الآن ولاو يتكلموا، بدأوا يتكلمون الآن. وهناك في الجنوب 50 كيلومتر مربع غنية من الغاز الليبي لا زالت تستغله الجزائر لحد الساعة. وفي الجنوب كذلك الأراضي ديال مالي برضا فرنسي طبعا. برضا فرنسي. نعم. وفي هذه المنطقة الشرقية للمغرب والغربية للجزائر اللي هي تندوف وبشار وعين الصفرة والقنادسة وزبوشة الوسط وغيرها من الأراضي فيها الحديد، فيها المنغزيز، فيها الفوسفات، وفيها الغاز. إذن هذه القنابل الموقوتة حاليا هي من صنع فرنسا، العسكر وصنع العسكر. هذا الضباط الجزائريين لماذا لم يتركوا السلطة للنظام المدني في الجزائر؟ أنا شنقريحة، أنا لص كبير
سرقتوا الملايير، والجنرالات أخرين سرقوا الملايير. فإذا سلمنا السلطة للمجتمع المدني سنفضح، سنحاكم، سنحاسب، يزجون بنا في السجون، وإذا هربنا أمامنا المحاكم الدولية. إذن لابد أن نحافظ على سلطتنا وقوتنا ومالنا حتى نموت، إما داخل نقتل أو نموت حتى لا نحاسب، لأن المحاسبة أقبح حاجة في التاريخ. الإنسان على قيد الحياة ويحاسب أمام الشعب كان يرى فيه النور ويرى فيه الديمقراطية ويرى فيه حقوق الإنسان، وإذا به يجد أنه كان من أكبر اللصوص في العالم الذي نهبوا الثورة ونهبوا الثروة الجزائرية، وأصبح الشعب الجزائري يعمل نقول خط من أجل الحصول على نصف لتر من الحياة.